رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لم أعد كلمة وليس لي كلمة في البرنامج، لكني هذا الصباح فوجئت بتغريدة على تويتر من الأخ خالد في حسابه يقول بأنه منع زملائه من الوصول للكلية بسياراتهم هذا اليوم. حقيقة هذا الكلام مؤثر جدا، لأنه يمكن منظم المناسبة لم ينتبهوا لحق الطالب في الوصول إلى كليته بيسر وسهولة، وهذا أمر مهم جدا. فأنا أعتذر بهذه الكلمة، أعتذر للأخوان عما حصل له لزملائه، وأرجو أن يقبلوا هذا الاعتذار، وأطلب من معالي مدير الجامعة وزملائي في الجامعة أن يكون هذا المبدأ منطلقا لنا جميعا، بأن لا نحرم طالبا من حق من حقوقه في تواجده في كليته بسيارته بيسر وسهولة. وكل حكومي يسعدني الحظ أن أقف معه في مناسبة له أن لا يمنع من يستفيد من هذه الخدمات، لأن هذا أمر لا يجوز الحقيقة، ويجب أن نعطي حقه لكل إنسان يعمل. أرجو أن نوفق جميعا في خدمة هذا الوطن بتوجيهات قائدنا ورائدنا سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وأشكر معالي مدير الجامعة وأعضاء الجامعة ومجلس إدارة الكلية كلية التمريض على هذه المناسبة، وأهنئهم بهذا المرفق الجديد، وأرجو لهم التوفيق إن شاء الله والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.